بينادوا عليا باسم اليهودي، وكل ده ليه؟ عشان انا طول الترم بصيح بقول لهم يا شباب ما حد يقول لي دي جت ازاي؟ يا شباب ممكن المحاضرة كذا؟ لو سمحت هو السكشن الثامن في مسألة عملي ولا هو كله نظري؟ للأسف آخر الترم بجيب بامتياز بس، يعني ممكن أنقص درجتين، وأقول لهم يا جماعة طب أنا ما كنتش أعرف حاجة فعلا، هي جت كده معايا بالصدفة، مش عارف بصراحة، يعني تقدير صحابك أحسن بكتير من التقدير في التعليم. أقول لهم والله يا جماعة التقدير مش بيشغل، يقولوا لي يلا ياد من هنا، وبعدين أصلا كل شوية يقولوا لي أنت شكلك هتشتغل شكلك هتشتغل، وأنا والله غلبان غلبان، أنا مش مرتب على حاجة غير إن بابي هيسفرني أمريكا امسك هناك النقد الدولي بس. اقول لهم يا جماعه مش هينفع بجد تتعلم لغه، يعني انت افتخر باصلك يا ابني انك عربي، ليه تروح تتعلم كورس انجلش عشان تشتغل؟ افتخر يا ابني انك عربي. مش مصدقني برضو. ايه يا دكتور؟ دكتور ميعاد الكورس الانجليش امتى؟ ايوه انا في المستوى ال11.